السلام شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه جديده واللي هي الطاكوس. على بالي بلي كامل تحبوه. وشوفوا هنا العجينه، ما شاركتكمش المقادير تاعها. اللي تحب نعطيها المقادير تكتب لي في التعليقات، لانه جات هايله وماذا بيا كامل تجربوها وتردوا لي الخبر. ما تتقطع ما تتكسر، حتى تحبي تحتفظي بها الوقت طويل راح تبقى معاك. وقت اللي تحبي تجبديها جبديها. هاليكم هنا بعد ما خليتها شويه ترتاح. شوفوا كي طيبتها كيفاش تنفخت معايا، جات بزاف هايله وبمقادير بسيطه وسهله. ان شاء الله نتمنى كامل تجربوها وتخبروني اذا جات زينه ولا لا. هاليكم ما تكسر ما تيبس ما والو. شوفوا جات هايله هايله. وهنا بالنسبه للحشو درت هنا لاصوص بشاميل. راكم كامل تعرفوا لاصوص بشاميل. درت زوج مغارف زبده حمصتهم مع الفرينه وضفت لهم الحليب تقريبا 3 كؤوس وخليته حتى يقعد. ودرت له شويه ملح شويه فلفل كحل ودرت له واحده جبن طبيعي. وكذلك كنت ضفت له لا كريم فريش. وهنا عندي بطاطا مقليه وعندي دجاج كنت تبلته بتتبيله تاع الدجاج. وعندي زيتون. بالنسبه للدجاج درت له كذلك واحده تاع طون. وهنا نضيف كلش مع بعض باش يعطيني بنه بزاف هايله. ونزيد نضيف الزيتون وخلط كلش مع بعض باش كامل تلقولي البنه في هذيك لاصوص بشاميل. وهنا بديت نعمر فيهم. نضيف كميه تكون مليحه ماشي بزاف باش كي نديرهم في بانيونوس ما تخرج كي نبدا نزير عليه. ونضيف البطاطا ونبدا نغلق فيها. نغلق الاطراف ومن بعد نعبزو نجبدو شويه كما راكم تشوفوا في الفيديو باش ما تتفتحش. ندخلو هذيك لداخل ونغلقو من الفوق هاك. وندهنوهم بشويه تاع زبده. وبالطبع نكونوا شعلنا البانينوس. ومن بعد نديروهم فيه حتى نشوفوهم حماروا مليح. نديرو هاك بالوحده. هاي ليك نعبزو مليح باش يعطينا هذاك الاحمرار. هنا زدت معاكم واحده باش تشوفوا الطريقه كيفاش بلعتهم باش ما يتفتحوش معاكم. نتمنى تكونوا فهمتوني. نضيف كذلك البطاطا. نغلق الاطراف ونبدا نشد هكذاك من الداخل ونغلق كما راكم تشوفوا. نخدموها مليح باش ما تتفتحش معانا كما راكم تشوفوا. ونغلقها وندهنها كذلك بالزبدة تكون شوية ذايبة على الجهتين.
شوفوا هنا كيفاش طابت معايا، جات ما شاء الله تشهي. نتمنى يكون عجبوكم. ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك للقناة، وتهلاو في رواحكم. هاليكم بعد ما طابوا عمرتهم، وتهلاو في رواحكم. مع السلامة.